وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا كويسين؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهم 7 نصايح قبل نهايه السنه. حاول ان شاء الله على قد ما تقدر انت تطبقهم، يعني في الفتره اللي احنا فيها ديت لازم باذن الله تكون عامل الكام تريكس اند تيبس اللي انا اقول عليهم النهارده ان شاء الله. يعني نصايح كده اللي هو بجد جات لك في وقتها. يعني انا ما ببالغش ولا حاجه، بس انت تعرف دلوقتي. بص يا شباب، اول حاجه عايزين نعملها الفتره ديت ان شاء الله، اكتر حاجه هتفرق معاك جدا وهتفيدك انت تخليك منظم. خليك منظم في اي حاجه بتعملها. انا النهارده قررت ان انا اذاكر بنظام، اذاكر بترتيب كده لافكاري وترتيب للحاجه اللي انا هعملها. يعني مثلا النهارده انا عايزه اذاكر عربي، اشوف انا عايزه اذاكر ايه في العربي، ايه الفرع اللي انا عايزه اذاكره في العربي، طب اذاكر الفرع ده قد ايه، طب لو انا مستواي حلو فيه احل كمان بعد ما اخلص، لو انا مستواي مش حلو اجيب فيديو واشوف ازاي بيتحل على الجزئيه ديت، اشوف ازاي الماده دي بيتحل عليها، اشوف ازاي اصلا نفكر عشان نجيب فكره الحل. فاللي هو ذاكر بنظام، خليك منظم في مذاكرتك وخليك منظم كده ورتب في اللي انت بتعمله. لازم كده تكون مسيستم دماغك وعارف انت بتعمل ايه وهتعمله امتى. يعني دي اهم حاجه، ان انا اكون منظم واكون عارف انا بعمل ايه. وما تفوتش الدروس بتاعتك، ما تفوتش دروسك وذاكر اول باول. يعني مهما عدى الوقت الجديد ان شاء الله اذاكر اول باول. الحاجه اللي انا باخدها دلوقتي اذاكرها اول باول، ما اسيبش نفسي كده بقول ده انا فات الوقت، لا ما فاتش حاجه. دي اصلا تاني حاجه عايزه اتكلم عنها، وهي ان انت ما تفوتش اي وقت عندك، وما تقولش الوقت فات. ما تقولش علشان انا بقتش اول السنه يبقى دلوقتي خلاص البدايه ما عادش لها لازمه. ما لا يدرك كله لا يترك كله. ثانيا، احنا اصلا كل حاجه بنعملها في حياتنا دي بتوفيق من ربنا، بتكمل بتوفيق ربنا. اي حاجه بنعملها في حياتنا وبننجح فيها ده توفيق من ربنا، مش شطارتنا ولا اجتهادنا ولا عشان احنا اجتهادنا كان واو فانا وصلت. لا، انت اجتهادك مهما وصل في الاخر محصلته زيرو قدام كلام ربنا. فانت ربنا بيكرمك، انت بتسعى وبتعمل عليك وربنا بيفتح عليك بقى وقت ما يشاء. يعني في اوقات كتير احس ان في حاجات يعني انا بسعى لها وبعمل على اخري قوي واحس انها ما بتجيش. ولكن دايما ماما تقول لي ايه؟ ماما تقول لي ان وقتها لسه ما جاش، ان وقتها مش دلوقتي. نفس الموضوع، انت بتجتهد على قد ما تقدر وبتسعى على قد ما تقدر، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك وقت ما يشاء. فانت اهم حاجه تكون بتحاول. هنحاول لحد امتى؟ هنحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما ربنا يكرمنا، لحد ما ربنا يريد. يعني اهم حاجه بس ما تقولش، ما تيأس وتقول اصلا الوقت فاتني وما عادش فاضل وقت والكلام ده كله. يا ريت ما تقولش كده، يا ريت ما تفكرش كده. ما تدخلش الشيطان لعقلك، ما تدخلش الشيطان لقلبك. هيئسك من حياتك من دنيتك كلها. فبجد نحاول ان احنا الوقت اللي جه خلاص نستغله ان شاء الله ونعمل اللي علينا بيه. طب واللي فات ربنا يعوضنا بقى، ربنا يعوضنا واحنا باذن الله طالما عرفنا خطأنا وخلاص ناويين ان احنا نتغير وتوبنا، فخلاص يعني انت كده في امان الحمد لله. حاجه برضو اساسا، حاجه عايزه اقول عليها برضو في البوينت بتاعت الوقت اللي عدى والكلام ده كله. اول الجمهوريه مثلا، اول الدفعه، ان ده فكر ان هو طلع الاول كده ده بمجهوده واكتر واحد ذاكر، وبالتالي هو الاول على الدفعه بتاعته كلها. هو اكتر واحد ذاكر؟ مش اكتر واحد ذاكر ولا حاجه، في اكتر منه وفي احسن منه. امال ايه اللي حصل؟ هو ربنا فتح عليه، هو ربنا اراد له كده، هو ربنا وفقه وقدر له ان هو يكون الاول، بغض النظر عن هو اجتهاده ايه، بغض النظر عن هو عمل ايه، بغض النظر عن في ناس تانية اكتر منه عملت، انت ما تعرفش ظروفه كانت ايه، ما تعرفش هو عمل ده والدنيا حواليه كانت عامله ازاي، ما تعرفش ان هو قد ايه حاول ان هو يبقى كويس وقد ايه حاول انه يغير نفسه. عايزاكم بس تشيلوا من دماغكم فكره انه الاول يعني اكتر واحد ذاكر، لا مش كده. تالت حاجه معانا، ابسط نفسك وشجع نفسك على اي انجاز بتعمله حتى لو انجاز صغير. ان الانجاز الصغير ده هو اللي يعملك الانجازات الكبيره الواو اللي انت بتشوفها للناس دي كلها. يعني انت اشتغل على قد ما تقدر، واي حاجه صغيره تعملها وتحس ان انت نجحت فيها كافئ نفسك وابسط نفسك وشجع نفسك. شجع نفسك بخروجه حلوه، شجع نفسك باكل حلو بتحبها، شجع نفسك بفيلم حلو، شجع نفسك باي حاجه بالنسبه لك هتبقى مكافاه. لانه دلوقتي انت لو شجعت نفسك هتشجع عقلك على المذاكره، هتشجعه ان هو في حاجات تبسطه. لو هو مثلا عمل اللي عليه وذاكر هتزود عندك الدوبامين اللي هو هرمون السعاده، وهتزود السيروتونين والحاجات الحلوه دي كلها هتزودها. بين انت لما تكافئ نفسك على حاجه صغيره بتعملها هتعرف نفسك انه طالما انا بعمل اللي عليا طالما في نتيجه ان شاء الله. حتى لو انجاز صغير زي ما بقول لكم، مثلا درجاتك اتحسنت في ماده معينه، مستواك زاد مش عارفه في ايه، كافئ نفسك، كافئ نفسك وشجع نفسك. يعني نفسك لها عليك حق ان انت ما تزعلهاش وان انت ما تمرجيش عليها. مش معنى ان انا بجيب درجه مش حلوه في ماده معينه انه ده تقصير مني، مش تقصير منك ولا حاجه.
والله باشوف حاجات كتير أوي هو بتحصل لي، أوقات كتير أكون عاملة عليَّ أوي perfect أوي في نقطة معينة وما تجيش معايا، وحاجة تانية ما أكونش عاملة لها حساب أصلًا ولا في دماغي ودي اللي تيجي، ودي اللي ألاقيها كانت ماشية متسهلة ومتيسرة كده من غير أي مجهود مني، فأنت بتُجازى على الأجر. يعني كنت قبل كده قارئة post إنه افرض بعد السعي ده كله ما وصلناش، إحنا أولًا عن سعينا ده هنُجازى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني في جزاء على أي سعي سعيت. أنت ممكن تكون شايف إن سعي ده متقدرش عند الناس بس هو اتقدر عند ربنا، ربنا قدره سبحانه وتعالى، ربنا هيجازيك عليه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فدايما نقنع نفسنا إنه طالما أنا الحمد لله سعيت هلاقي إن شاء الله نتيجة، سواء دلوقتي أو بعدين، بس بإذن الله حتما هتلاقي النتيجة. هي فين بقى وفي إيه اللي بيحصل أنت متعرفش، ممكن ربنا يكون زرع عنك حاجة وحشة. الحمد لله رب العالمين على المكتوب، والحمد لله رب العالمين على أقدار ربنا اللي كلها جميلة، اللي مهما إحنا كنا معترضين عليها لو خيرنا وكشف لنا الغيب هنختار ربنا سبحانه وتعالى قدره لنا. فدي كانت تالت نقطة عايزة أتكلم عنها. رابع حاجة الموبايل، مش لازم تسيب موبايلك بس ما تقعدش عليه وأنت بتذاكر أو ما تحطوش جنبك. ما تقولش مثلا ده أنا هسيبه عشان أبقى آخد بريك وباخد بريك 5 دقايق على الموبايل، 5 دقايق بيقلبوا لساعتين والله من حيث لا تدري. هو بس الموبايل كده مجرد ما بتقعد عليه تشوف نوتيفيكيشن حتى جاي كده هو خلاص الوقت عدى. دايما بقول لنفسي انا عايزه النهارده اذاكر مذاكره مثمره، الموبايل يبقى بره الاوضه، الموبايل ما احطوش جنبي، فاهمين؟ بقى مثلا والله الفتره دي بذاكر نسا مديول نسا، يعني اللي عندي على الانستجرام عارفين كل شويه، فبعدين كل شويه بقى مثلا احط جنبي الموبايل مش عارفه نتيجه ايه ظهر، مديول ايه نتيجته ظهر، مش عارفه انتوا عندكم اكتيفيتي ايه عايزه انتوا بصوا ايه، فبفتح اشوف حاجات الكليه، مش بفتح مثلا التليجرام اشوف الكليه منزله ايه او الفيسبوك اشوف فيه بوست نزل ايه وكده. بفتح مثلا مجرد 5 دقايق هبص بصه بس كده، البص عندي تقلب لساعه بجد، ما اعرفش ازاي وقت عدى، ما اعرفش بجد. فبقول لنفسي يا اسراء انت لو عايزه النهارده تكون مذاكرتك مثمره وتذاكري بجد، عايزه تذاكري فعلا النهارده وتخلصي كل التاسكس اللي انت كاتباها عندك في النوت، يبقى لازم ان انت موبايلك بره الاوضه، موبايلي ما يقعدش جنبي، لو جنبي بقى اقفله خالص، لو حطه جنبي بقفله عشان ما افتحوش، بقفل النت بفصل النت برضه. تلاقي مش نصيحه معانا ذاكر ساعه بتركيز ولا تذاكر اليوم كله دماغك في حته تانية. يعني عشان لما نيجي نذاكر اوقات تلاقي مثلا مودك حلو قوي بقى عايز تخلص 20 صفحه اللي قدامك دول في نص ساعه، اوقات تانية تقعد على الصفحه ساعتين 2 وانت شايف برضه منها حاجه ولا كانك عملت حاجه، قاعد كده فاتح الكتاب وباصص فيه كده وعينك على كل كلمه فيه، ولكن انت لا فاهم حاجه ولا بتقرا حاجه ولا بتحفظ حاجه، انت بس عينك على الكتاب كده وخلاص. فانا عايزه اقول لكم ان لما تحس ان انت عايز تفصل افصل، لما تحس ان انت مش قادر خلاص كفايه. بس عايزين نفرق انه اوقات اكون مش قادر فعلا لانه انا مجهد ومرهق وتعبان ولو قعدت مش قادره اذاكر، ونفرق ما بين انه انا بتدلع وعايزه اقعد كده ما اعملش اي حاجه وما افكرش في اي حاجه. الدلع لازم تعمل كنترول، لو انت بتدلع تعمل كنترول على نفسك، تجبر نفسك على المذاكره بغض النظر هذاكر انا هذاكر. فانت لازم تعمل كنترول لنفسك، كنترول لدماغك، انه عقلنا دايما بيبقى عايز الرفاهيه، عقلنا عايزين نكون دايما كده مقتنعين انه نفسك بتميل دايما الى الراحه. يعني انت لما تيجي تشق على نفسك هي نفسك بتبقى متضايقه ومش عارفه ايه وما ينفعش تعمل كده، ولما بتبقى قاعد مرتاح بتكون مبسوط كده ومستمتع. ولكن فيما بعد الراحه ديت مش هتجيب لك اي حاجه، مش هتجيب لك اي حاجه غير وجع الدماغ. والله الواحد اصلا ما يكون قاعد مرتاح وما بيعملش اي حاجه في حياته بيقعد يفكر في كل المشاكل اللي حواليه، بيقعد يخترع مشاكل من لا شيء اصلا. على عكس وقت الشغل، وقت ما تكون فعلا دماغك على اخرها من كتر الشغل مفيش حاجه تانية بتعطلك، مفيش حاجه تانية اصلا بتفكر فيها ولا بتجد اصلا حاسس في دماغك انت الشيطان بقى يستهويك ويقعد يوسوس لك، مفيش وقت، انت عايز الساعتين اللي هم اللي انت فاضيهم دول تنام فيهم فاشغل نفسك. ولكن لما تحس ان انت عايز تفصل حاول فعلا تفصل وخد لك بريك حتى لو صغير بجد هيفرق معاك، او حتى اخرج اتمشى، اعمل اي حاجه تغير بيها المود بتاعك اللي مش حلو ده. ولكن لو مودك ده استمر لفتره طويله ذاكر وانت من الحاله دي، اسفني اقول لك انك لازم تكمل وانت من الحاله دي، لانه لو المود السيء ده طول معاك انت كده بتضيع لو انت مذاكرتش، انت مضطر تذاكر ومجبر تذاكر بغض النظر عن الدوشه اللي في دماغك، بغض النظر عن اي حاجه حواليك. فلو انت فعلا شايف ان الحل اللي انت فيه ده انت افصل شويه، شايف انه لا داعي، خلاص كمل وانت كده. بس لازم تكون عارف انه وقت المذاكره ان شاء الله فضي عقلك من اي حاجه عشان تبقى بتذاكر وبتعمل الحاجه اللي قدامك دي بضمير وباتقان، مش تاخد منك وقت كبير. ولكن لو انت شتت نفسك تديهم كل تقضيها فيها وبرضه ممكن ما تفهمهاش وما تخلصهاش. سادس نصيحه ابعد عن الناس المحبطه وبلاش يأس في الفتره دي على قد ما تقدر. الشعور اللي ده بيجيلك ازاي؟ هي بتكون الفكره اللي بتجيلك دي بتخليك تتخيل حاجات او يتوهم لك ان في حاجه هتحصل، وبالتالي بتحس بشعور،
فانت لما تحس ان انت عندك يأس، هي فكره كده جات لك كده، فكره عدت عليك ان انت مش عارفه يحصل لك ايه وبتاع، قعدت بقى تستدرج الفكره دي وتفكر اكتر وتفتح مجال الافكار ديت، انت خلاص اهلا بالشعور اللي هيجيلك ده، ويقعد معاك فتره محترمه. شعور الاكتئاب بقى اللي هيجيلك وشعور اليأس اللي هيجيلك يقعد معاك فتره محترمه فعلا، ولما تخرج منها تاخد وقت كبير على ما تخرج. فانت اي فكره تجيلك ما تخليهاش تاخد في دماغك حيز كبير، ما تخليش اي فكره اصلا تدخل دماغك بجد. حاول انت دايما تكون حامي نفسك كده، عامل كده بروتكتيف بارير لنفسك كده، انه مش هخلي اي حاجه تعدي اللاين ده، مش هخلي اي حاجه تعدي الحد اللي انا عامله ده. واسعى عشان ربنا يشوفك وانت بتسعى، فيكون ليك فرصه من الكرم الرباني، عشان ربنا يشوف وانت بتعمل اللي عليك وبتجيب اخرك، عشان ربنا يكرمك باذن الله، عشان ربنا يجازيك بالاحسن باذن الله، علشان تبقى عملت اللي عليك، تبقى سعيد، تبقى قدرت وخدت واستغلت الفرصه اللي انت فيها، واستغلت السنه اللي ربنا اداها لك. هديه فعلا، هديه يا جماعه، هديه لكل حد عايز يحقق احلامه، هديه لكل حد نفسه في حاجه هو بقيله 16 سنه بيحلم بالحلم ده، من يوم ما اتولد بيحلم بالحلم ده وبيحلم بالشعور ده، واهله راسمين له ان هو يكون في الحته دي. خلاص جات لك الفرصه، كام شهر ان شاء الله وتوصل، كام شهر باذن الله وتحس بشعور ولقد مننا عليك مرة أخرى وكان فضل الله عليك عظيما. خلاص هانت. من هنا حابة أكلمكم على كورس الأحياء اللي أنا هقدمه إن شاء الله يوم الأحد الجاي بإذن الله، ومش هنقبل أي حجوزات بعد كده، لأنه بجد إحنا عايزين عدد حلو، عدد محدود وحلو نقدر نتابع معاه. إن أتابع معاه بنفسي، يعني الأدمن بس مجرد بيرتبوا الحاجات وبيظبطوا وبيدخلوكوا في الجروبس وكده، أنا بقى اللي هتابع معاكم إن شاء الله بنفسي وأكلمكم عشان نشوف إحنا هنعمل إيه بإذن الله. الفصل الأول والتاني الاتنين ب50 جنيه. هشرح ان شاء الله المنهج كله، هحط ان شاء الله فيديوهات تفاعليه في النص 3D، افهم كل حاجه بالتفصيل، نقرا برضو كتاب مدرسه، نقرا من كتاب خارجي، هنحل كل حاجه باذن الله، هفهمكم وهحفظكم، هتبقوا خارجين ان شاء الله من الحصه حافظين كل حاجه باذن الله. وده كله ب50 جنيه بس، يعني السعر رمزي انا عارفه، علشان انا بس كان هدف منه ان انا اتابعكم، عايزه متابعه عشان تكونوا ملتزمين بالشرح، ملتزمين بالحل، ملتزمين بالتاسكات اليوميه اللي هعملها لكم، الجداول اليوميه اللي هقدمها لكم ان شاء الله. ابعت على الرقم ده واتساب، كلموا اسالوا مع التفاصيل، وفي رقم ده برضه تحول له كاش، وتمام هسيب لكم ممكن ان شاء الله اسيب لكم في الديسكربشن برضه. سابع نصيحه واخر نصيحه معانا، وهي ظبط نومك وحاول تصحى بدري ان شاء الله. بصوا انا بقالي فتره مخبشه عليكم من اول ما بدات سنه رابعه، وانا يعني بنام نومي مش متظبط، اوقات بنام بالليل واصحى متاخر قبل الظهر بشويه، بنام قبل الفجر على طول واصحى برضه متاخر، فاللي هو نومي مش متظبط خالص الفتره اللي فاتت ديت، بقالي كتير صراحه مش ملتزمه بصلاه الفجر. فانا الفتره دي والشهر ده قررت ان انا ان شاء الله اخليه تحدي باذن الله، 30 يوم دول ان شاء الله اصحى الفجر باذن الله، واصحى بدري ان شاء الله، واشوف يومي عامل ازاي، لانه انا طول عمري بصحى بدري، طول عمري بحب وقت الصبح، وقت البكور كده، بحس ان في يعني هوا مختلف، ريحته مختلفه، نقاء مختلف، انا بحس باحساس مختلف لما بصحى الصبح واقف كده شويه في البلكون كده، يعني بحس انه عايشه في الجنه بجد. ريحه هوا الصبح ده وانا عايشه الصبح ده، بحس ان انا في حته تانية. فبجد وقت الصبح ده سحر في البركه، وسحر في التركيز، وسحر ان انت بيبقى يومك طويل جدا، تقدر تعمل كل اللي في يومك باذن الله. اهم حاجه بس سوره البقره ان شاء الله خلوها في يومكم، حاولوا تعملوا اللي عليكم وربنا يكرمكم يا رب. انا بحبكم، مع السلامه.